في يوم 2 فبراير سنة 1925 كان يضع المصور المرافق بعالم الآثار الأمريكي جورج رايزنر أثناء الحفريات في محيط أهرامات الجيزة في مكان مناسب للتصوير بالقرب من الهرم الأكبر. غرست إحدى حوامل الكاميرا في حفرة غريبة، وظهر بعد زلة الرمال على مدخل مؤدي لسلالم تحت الأرض. بعدها لقوا نفسهم أمام مقبرة مغلقة. وفي 8 مارس فتحها إيلين روفي نائب رايزنر ولاحظ أساس غرفة نوم وتابوت. في الوقت ده كان رايزنر في الولايات المتحدة، ولما عرف بالخبر أمر بغلق المقبرة حتى عودته. وفي 21 يناير 1926 رجع رايزنر إلى مصر ومباشرة إلى الجيزة متحمس لرؤية المقبرة. وفي يوم 3 مارس جه أخيرا الوقت لفتح التابوت. بس بقى يا ترى هنلاقي موميا ولا لا؟ وده كمان كان في حضور كبار رجال الدولة ساعتها. وللأسف والصدفة التابوت بيفاجئهم كلهم، التابوت كان فاضي. وليندون سميث اللي كان من المشاركين قال: قمنا برفع غطاء التابوت بحيث نستطيع رؤية ما بداخله، ولكني لم أجد المومياء الملكية فيه. كان التابوت فارغاً.